بالنسبة للأطفال أصحاب الأمراض المزمنة عافاهم الله، زي حساسية الصدر والأنف وحمى البحر المتوسط ونقص السكر المناعي ونقص الصفائح ومرض الصرع اللي هو زيادة كهرباء المخ وغيرها من الأمراض المزمنة التي تحتاج علاج مدى الحياة على المدى الطويل فور لونج تايم. واستقرار الحالة بيكون مرتبط بالالتزام بأخذ العلاج. أول حاجة يا جماعة نرضى بقضاء الله وقدره ونفرح إن في علاج لهذه الأمراض، ونحمد ربنا لوجود علاج لهذه الأمراض، ونحمد ربنا إن في علاج موجود لهذه الأمراض، وإن دي طبيعة هذه الأمراض وإنها مزمنة وتحتاج إلى علاج مدى الحياة، وإن الالتزام بالعلاج ليس الغرض منه النهائي هو الشفاء التام، وإنما تخفيف حدتها ومنع حدوث المضاعفات، وبالتالي يعيش الطفل حياة طبيعية مثل باقي أقرانه ولا يعاني من شيء بإذن الله.